السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أول حلقة من بودكاست حكايات مبرمج، ومعاكم محمود يوسف، ومبسوط جدا إنكم معايا النهاردة. البودكاست ده اتعمل علشان كل الناس اللي بتحب مجال البرمجة، وفكرة البودكاست هي إننا هنحكي حكايات بجد من عالم البرمجة، سواء من مواضيع تكنيكال أو غير تكنيكال. فهنتكلم عن التحديات اللي بنقابلها وإزاي بنحل المشاكل اللي بتواجهنا، وهحكي لكم عن قصص النجاح وأوقات الفشل وإيه اللي اتعلمناه من كل تجربة. وكل حلقة هنغوص فيها مع بعض في موضوع مختلف، ومن ضمن الحكايات اللي هنتكلم عنها بجانب الجزء التكنيكال هتكون تجارب شخصية مريت بيها، وبعض المواضيع المتنوعة اللي أنا مهتم بيها، سواء من مناقشة وترشيح بعض الكتب أو من مهارات السوفت سكيلز زي التايم مانجمنت والكوميونيكيشن سكيلز والليدرشيب سكيلز، أو من خلال برضه مواضيع متنوعة الناس بتسأل عليها. وده مش بس كلام نظري، لأ ده كمان هيبقى فيه قصص واقعية من ناس فعلًا مؤثرين وشغالين في المجال، فممكن نجيب ضيوف يتكلموا عن تجاربهم الشخصية عشان نعرف حكايتهم كانت إيه وبدأت إزاي. الفكرة كلها إننا نتعلم من بعض ونشارك خبرتنا ونخلي الرحلة دي أسهل شوية لكل المهتمين بالمجال. أتمنى إن البودكاست يعجبكم ويكون مفيد ليكم. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.